السلام عليكم أزول فلاون معكم قناة الطبخ والتجميل مع نصيرة. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. قبل ما نروحوا لفيديو تاع نهار اليوم كما العادة راح نذكركم بالاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا إن لم تشتركوا من قبل، كذلك تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من وصفاتي، وأيضا ما تنسونيش بالجيم للفيديو إذا أعجبكم الفيديو والبرتاج مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة. كذلك ما ننساش نشكر كامل لي زابوني اللي داروا لي التعليقات الجميله وشجعوني، نقول لهم شكرا بزاف بزاف، ربي يحفظكم ويخليكم ليا. بلا ما ننسى ايضا نرحب بالمشتركين الجدد اللي دخلوا القناه تاعي، نقول لهم مرحبا بكم ان شاء الله تستفدوا منها. نروحوا الان لفيديو تاع نهار اليوم. كما تشوفوا هنا في الصوره راح ندير لكم مملحه في الطاجين، تجي بزاف بنينه بعجينه خفيفه وحشو لذيذ جدا ايضا. اذا ان شاء الله راح تنال اعجابكم وتجربوها وتحطونا آراءكم في التعليقات. نروح الآن لطريقة التحضير والمقادير. إذا هنا في القصعة عندي 3 كيلات تاع السميد، وعندي أيضا 2 كيلات تاع فرينة. إذا أنا كيلت بهذا الكاس يرفد 220 مليلتر. إذا هنا ضفت 3 مغارف كبار تاع الزيت، ضفت أيضا مغرف ممسوحة تاع الملح، وهنايا عندي الماء الدافئ. إذا راح نلم العجينة بعد ما نذوب هذاك الملح. إذا نبقى نضيف في الماء حتى تتلم لي كامل العجينة. إذا هاوليك بعد ما لميت العجينة الآن راح نعجنها لحوالي 10 دقائق إلى ربع ساعة. إذا نبقى نعجن فيها بهذه الطريقة حتى نتحصل على العجينة تكون ملساء. إذا نبقى نضيف شوية بشوية من الماء الدافئ، وفي نفس الوقت نعجن بهذه الطريقة كما تشوفوا هنا في الصورة، حتى نتحصلوا على العجينة تكون طرية وملساء. يعني نفس الطريقة اللي نعجنوا بها المسمن والمحاجب. إذا نضيف شوية تاع الماء ونبقى نعجن فيها بهذه الطريقة. إذا هنا خذيت الساشي رشيتها بشوية تاع ماء دافئ. إذا راح نحط العجينة إذا هنا باش نسهلوا عملية العجن. إذا بعد ما عجنتها حوالي 10 دقائق راح نحطها في الساشي ونخليها تريح مدة 20 دقيقة إلى نص ساعة. وهنايا من جهة أخرى رحت نوجد الحشو. إذا هنا عندي حبة كبيرة تاع فلفل طرشي قطعتها إلى قطع صغيرة، حبة كبيرة تاع بصل قطعتها أيضا إلى قطع صغيرة، وعندي أيضا صدر تاع الدجاج رحيته في الروبو. ضفت له هنايا 3 سنينات تاع ثوم مقطع قطع صغيرة. ضفت التوابل، عندي فلفل أسود، عندي أيضا توابل الدجاج والملح. إذا حطيت المقلة تاعي مع شوية تاع زيت حوالي 3 إلى 4 مغارف كبار تاع الزيت، وخليت كل شيء يتقلى. وهنا رجعت للعجينة تاعي بعد ما خليتها ارتاحت مدة 20 دقيقة. إذا راح نعجنها، نزيد نعجنها بهذه الطريقة، نزيد نعجنها حوالي 5 دقائق. إذا هنا شوفوا العجينة جات ملساء وسهلة أيضا باش سهلة للعجن.
إذا هنا بعد ما عجنتها 5 دقايق راح نشكل كريات. إذا الكريات تكون متوسطة في الحجم، ما ديروهاش كبيرة وما ديروهاش أيضا صغار بزاف، تكون متوسطة في الحجم. إذا هايلك بعد ما شكلتهم كامل، إذا دهنتهم بشوية تاع الزيت من الفوق، ثم غطيتهم ببلاستيك غذائي. إذا راح نخليهم يرتاحوا مدة ساعة. وهنايا هاوليك الحشو تاعي بعد ما طاب، إذا كيما تشوفوا هنا في الصورة. إذا هنا خديت أيضا 3 حبات كبار تاع بطاطا، قطعتهم إلى مكعبات، قليتهم في الزيت، إذا ضفتهم إلى الحشو تاعي باش نزكي هذا الحشو. إذا هنا اختياري، اللي يحب يضيف البطاطا يضيف البطاطا، تقدروا أيضا تضيفوا السبانخ. إذا نخلط كامل هذاك الحشو مع البطاطا المقلية، نخلطوهم جيدا. وهنا بعد ما ارتاحت العجينة تاعي حوالي ساعة، إذا هنا باش يجوني سهلين باش نحلوهم. إذا هنا خديت بابي كويسون، قطعته على شكل دائري على شكل المقلة تاعي، ثم خديت كرية من العجين وبديت نحل فيها. إذا نحلوها جيدا، ما تكونش بزاف رقيقة وما تكونش أيضا خشينة. إذا بالتقريب كيف نفس الطريقة اللي نحلو بها المحاجب ولا الرقاق. إذا هنا ثم خديتها حطيتها فوق المقلة، بعد ما حطيت المقلة تسخن دهنتها بالزيت. إذا مرة على مرة قلبوها. إذا هنا ما تخلوهاش تنشف بزاف، إذا غير تنشف برك نحوها، لازم تقعد طرية ولا ما تحمروهاش أيضا. إذا هنا خديت بعد ما طابت الحبة الأولى، خديت الحبة الثانية أيضا بنفس الطريقة، حليتها باليد بهذه الطريقة. إذا ما ديروهمش رقاق بزاف. إذا الصورة نورمالمون راهي واضحة تعبر عن نفسها. إذا حلوا الأطراف جيدا بهذه الطريقة في الوسط أيضا. ثم هنا خديت جرارة باش نقطع بها. إذا قطعت الجوانب لأن هذاك الجوانب يجو غلاظ شوية، إذا نحيتهم باش هكا يطيب جيدا وما يقعدوليش هذيك الأطراف خشان. إذا كيما تشوفوا هنا غير تنشف قلبوها، إذا ما تخلوهمش يحمروا، غير ينشفوا برك قلبوهم ونحوها. إذا ما تطولوش في طيابها، نحوها مباشرة. إذا نحطهم في الطرشون. إذا غطيتهم مباشرة كي نحيها نحطهم في الطرشون ونغطيهم، ولا في كيس بلاستيكي. إذا نغطوهم مباشرة باش ما يضربهمش الريح ويبسوا لكم. إذا نشوفوا هنا كيفاش جاو. إذا نغطيهم ونبداو نشكلوا المملحات تاعنا. إذا هنا كيما تشوفوا هايلك خديت ورقة من هذاك المملحة اللي طيبناهم من قبيلة، حطيت جبن أبيض ولا جبن طري، ثم حطيت كمية من هذاك الحشو، ثم ضفت أيضا هنايا جبن مبشور، وحطيت أيضا قطعة من الجبن الطري، ثم راح نغلقها بهذه الطريقة. إذا الصورة تعبر عن نفسها. إذا هاوليك نزيد حبة واحدة أخرى. إذا هنا حطيت الفرماج. إذا هنا الحشو اختياري، تقدري تحطي أيضا هريسة مع المايونيز. إذا حطيت كمية من الحشو أيضا بهذه الطريقة. نضيف أيضا الجبن المبشور وقطع من الجبن الطري بهذه الطريقة، ثم نغلقها بهذه الطريقة كما تشوفوا هنا في الصورة. إذا هايليك بعد ما شكلتها، ثم هنا حطيت الطاجين تاعي دهنته بالزبدة والزيت، ثم حطيت المملحة تاعي راح نطيبها نحمروها فوق الطاجين. إذا النار لازم تكون قليلة، ما تقووش النار باش تطيب لكم جيدا. إذا مرة على مرة حركوهم
غير ياخدوا تحميره من التحت راح نقلبوهم. اذا هنا راح نقلبهم بعد ما خذوا التحميره جيدا. اذا راح نطيبوهم كامل على الجوانب. اذا نقلبهم على الجنب ايضا بهذه الطريقه. اذا نطيبوهم كامل على الجوانب. اذا حتى ياخذوا كامل تحميره رائعه. اذا هاوليك بعد ما كملتهم كامل بعد ما طيبتهم، اذا قدمتهم في صحن تقديم بهذه الطريقه، مع زينتهم بشويه تاع الحشيش مقطفه. اذا شوفوا كيفاش جاو المملحه تاعي، شوفوا كيفاش جات. اذا صدقوني تجي بزاف بنينه، حشو لذيذ جدا. اذا ان شاء الله راح ينالوا اعجابكم وتجربوهم وتحطونا ارائكم في التعليقات. اذا راح نقطع لكم حبه باش تشوفوا قوامهم من الداخل. اذا صدقوني والله يجوا بزاف بنان. اذا نتمنى تجربوها في هذا الشهر رمضان المبارك، ان شاء الله يدخل علينا بالخير والبركه وبالصحه والهنا ان شاء الله. اذا هاوليك المملحه تاعنا كيفاش تبان من الداخل. إذا فوالا أخواتي المشاهدين، نأتي الآن إلى نهاية هذا الفيديو. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.